واعي بالناس اللي انت بتجذبهم علشان خاطر انت حاجة بتجذب حاجة، وليكن انت يا هلا بالشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. خلصنا 4 دورات من SPV وهنا جه ميعاد الدوره الخامسه. الدوره الخامسه او السيريز 5 من فيديوهات SPV which stands for Short Positive Videos هيكون عنوانها مهم جدا. واول فيديو في سلسله حلقات مهم جدا هيكون مهم جدا انك توعى وما تبقاش ساذج. مهم جدا انك تبدا رحله الوعي بتاعتك. مهم جدا انك تبدا رحله انك تبقى واعي. واعي لنفسك، واعي لمشاعرك، واعي بعلاقتك بالاخرين، واعي بمستقبلك، واعي بكل ده. وان انت تبدا دلوقتي رحله الوعي بتاعك الموضوع مش صعب خالص. لو انت عايز نجيب لك كورسات نجيب لك كورسات، لو انت عايز نجيب لك كتب هنجيب لك كتب، لو انت عايز نجيب لك ناس على فيسبوك عشان خاطر تعمل لهم فولو هنجيب لك ناس على فيسبوك تعمل لهم فولو، لو انت عايز برضو ناس على الانستجرام هنجيب لك ناس برضو على الانستجرام. مهم جدا انك تبدا دلوقتي تبقى واعي. طيب يعني ايه ابقى واعي؟ يعني انت تكون واعي بتصرفاتك، واعي باللي بيدور في دماغك، واعي بنفسك، واعي بردود افعال الاخرين تجاهك. طيب هم ردوا بالفعل ده تجاه ليه؟ علشان خاطر اكيد انا عملت حاجه معينه. واعي بالناس اللي انت بتجذبهم علشان خاطر انت حاجه بتجذب حاجه، وليكن انت لو فاكهه مكشوفه او اي حاجه مكشوفه هتجذب نوع معين من الحشرات. انت بقى ما ينفعش تكون مكشوف. كذلك لو انت شخص معطاء قوي هتجذب ناس مستغلين، لو انت شخص ضعيف جدا هتجذب ناس يتسلطوا عليك ويستقوا عليك. فبالتالي لازم تبدا رحله الوعي بتاعتك دلوقتي. لازم تبدا تعرف نفسك اكتر، لازم تبدا تعرف نفسك ان انت وليكن بتحمل صفات معينه وممكن اللي حواليك يكونوا بينجذبوا لك علشان خاطر الصفات دي مش علشانك انت. مهم جدا تبدا تعرف دلوقتي انت مين وبتعمل ايه هنا. انت مين ومصاحب مين؟ انت مين وبتقدم ايه زياده عن الناس اللي قبليك ما قدموهوش؟ انت مين يالا؟ قول لي انت مين؟ انت مين وبتضيف ايه للمجتمع اللي انت فيه، وبتضيف ايه لاسرتك، وبتضيف ايه للناس اللي حواليك، وبتضيف ايه للناس اللي انت منهم. مهم جدا دلوقتي يا جماعه نبدا نقرا عن الذكاء العاطفي، ومهم جدا نبدا نقرا عن الوعي النفسي، وان انت توصل ازاي انك تكون شخص واعي باللي انت بتعمله، واعي بعلاقتك بالناس، واعي بعلاقتك بنفسك، واعي بعلاقتك بربنا. لازم يا جماعه نبدا رحله الوعي بتاعتنا بدري، علشان خاطر لو ما بداتش رحله الوعي بتاعتك بدري هتتلزع على قفاك من 1 و2 و3 علشان خاطر توعى لنفسك. ولو انت ما وعدتش نفسك برضو هتتلسع تاني وتالت ورابع لحد ما تتعلم. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ فبالتالي بقولها لك بالراحه، ابدا اقرا، ابدا افتح يا عم الاي اي وقول له هاو دو اي ستارت كذا كذا كذا. ابدا اعمل اي حاجه انك تبدا تتعرف على نفسك من جديد، علشان خاطر الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. وعلى فكره هيوفر عليك تعب ومجهود وعياط وحاجات كده من دي كتير. كونك تعرف نفسك دلوقتي والله هتديها اللي هي بتحبه وهتمنع عنها اللي هي بتكرهه، وهتعرف تربيها وهتعرف تروضها وهتعرف تعملها كل حاجه. بس انك تبدا تعرفها هو ده المشوار الصعب. اوكي؟ فمهم جدا انك تبدا توعى، ومهم جدا انك تبدا تعرف نفسك. مش محتاجه حاجه يعني. ده كان اول فيديو من سلسله حلقات SPV الدوره رقم 5 من سلسله فيديوهات SPV Short Positive Videos في شهر رمضان. اتمنى تعمل سبسكرايب في الفيديو لو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى، وتعمل لايك الفيديو، وتبعت الفيديو ده لحد من زمايلك قول له على نفسك يا ساذج. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وابشر يا صديقي.